ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة انا هعمل وجبة سهلة ولذيذة وخفيفة، بتتعمل في دقايق. لو راجعة من الشغل تعبانة هتحضريها في دقايق، لو مش حابة تقفي كتير في المطبخ هتحضريها في دقايق. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. معايا دبابيس فراخ. دبابيس الفراخ انا نقعتها وغسلتها. هبدر دبابيس الفراخ. معايا دقيق. هبدر دبابيس الفراخ. هبدر كل الكمية اللي معايا. هروح على البوتاجاز في طاسة، هنزل بزيت زيتون او اي مادة دهنية انت حباها. انا هستخدم زيت زيتون. الزيت يسخن هنزل بدبابيس الفراخ. هنزل بكل الكمية اللي معايا. هقلب تاخد اللون الذهبي الجميل. على درجة حرارة متوسطة علشان ما تتحرقش. هقلب في الفراخ تاخد اللون الذهبي. هقلب كده الفراخ اخدت اللون اللي انا عاوزاه. هضيف معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا. هضيف فص ثوم كبير. هضيف معلقتين صلصة. معايا الخضار، بصلة مقطعها مكعبات، فلفل اخضر، فلفل سبايسي، وجزر، 3 حبايات بطاطس. انزل عليهم بمية بتغلي. هغطيها لحد ما تستوي. هي كده استوت. شايفة لونها كله استوى. هنزل بيها في طبق التقديم. وصفة سهلة وسريعة ما بتاخدش وقت، وكله في حلة واحدة او طاسة واحدة، مفيش مواعين كتير. الطعم جميلة جدا. شايفة الجمال؟ شايفة اللون؟ خطير. مفيش اجمل ولا اروع من كده.
شايفة الفراخ مستوية. وان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت رأيك ايه. اللي ما عملش فولو اعمله فولو علشان يوصلك شعار بأي فيديو جديد ينزل. شايفة الجمال ولا اروع. اشوفكم في فيديو جديد.